اللي يحبك من صدق لو سهم يتلقاك. رحمة الله على روحك يا علي رشم. هاي راحت. اخوان ارجو تكملون المقطع. عندي اكو مهم واكو اهم. عندي الاهم بس خلنا احكي هذه. هواي ناس للاسف يعتبون ناس محترمة تقدم شيء يليق بالمجتمع، يقول منه وبيه ما جاي يدعمني. قلت له شوف، اذا تظل هيش تفكر تتعب وراح تترك هذا المجال ويبقى المجال بس للسلبي. فللأسف منك وبيك ما يدعمك ويدعم، ثق خذها مني، يدعم الراقصات ويدعم المقاطع الإباحية هيك احكيها، بس هو بالوجه ومراية. لعد منو يصعد هاي الترندات؟ هاي ناسنا اللي ما تسوى فلس رقص وأشياء تافهة. هذا مو موضوعي. بالتطبيق من الكرادة صعدت 3 بنات وفي الطبقت مشكلة ويا ولد. المهم وصلت بيناتهم صار حكي والفاظ غير الفاظ. المهم وصلت المنطقة معينة، فسبحان الله نفس يعني ماكو 5 دقائق بالمنطقة جاءني طلب هم قريب. طلعت هي البنية نفسها، فالبنية صعدت يمي. مشافة قالت بيها مجال ترجع، رجعت للبيت. فاجت ثاني مرة قلت اذا بيها مجال، مجتمعنا ما يرحم هذه وكذا وهاي المنطقة يعني، فاذا بيها مجال قالت خادم. صعدت ورا فسولفت. هذا الولد انا اعرفه وانا يعني من هاي الامور حبيته وهذه. قلت له انا اكبر منك واخذي مني نصيحة والله وياك. قبل لا تنزلين ترى الحياة محسوبة على عد الأصابع. الولد يجوز يخون، يجوز يغدر، ولكن يبنى حياته. ولكن انت مرأة، انت مثل الورقة، اخذيها مني نصيحة. هذا درب خطأ. الدوري اللي مال هاي الثقافة اللي دخلت علينا عكس، لازم أحب، لازم لا. شوفوا طريق الصح، اتباوع برب العالمين واختاري طريقك. ثمان لا. فهذه ان شاء الله هم نصيحة لبناتنا لاخواتنا. انت اليوم اهم من الرجل، انت اليوم المجتمع كله. فابني حياتي الصح حتى من يمتد بيك العمر تموتين